احنا حاليا بدا البث عندي. بدا البث. شباب اذا بث تيك توك لو يوتيوب. حاليا احنا سبث على قناتي على اليوتيوب. شباب الصوت مال البنيه واضح يمكم؟ اذا الصوت اذا مال البنيه واضح يمكم بس كتبون لنا رقم واحد حتى نتاكد من هذا الموضوع. اذا الصوت مال البنيه واضح يمكم كتبون لنا رقم واحد. اي عزيزتي سولفي. يعني انت قد عمرك؟ انا عمري 20 سنه. انت عمرك 20 سنه. حلو 20 سنه. حلو. من من كركوك. كركوك. تحياتنا لهنا كركوك. تزوجت يا بعد قلبي، تحياتنا اليك ولمتابعينك ونتشرف بك. والله شرف لي يعني انه انا صاعده وياك اتصال. طبعا لحد هاي اللحظه انا ما مصدقه احكي وياك لان انا مش من اشد معجبينك. على راسي الشرف بيك والله. الشرف بيك يا بعد قلبي الي الشرف اخ غالي. ايه انا من كركوك تزوجت ب 2020. ايه 1/1 كان زواجي. تزوجت والله رزقنا بطفلة الحمد لله، وكل شيء ما بيني وبين زوجي علاقة حب قبل الزواج. ايه تزوجنا صارت عنده مشاكل هو وأهله، فخليته ورجعت لأهلي لحد ما تحل مشاكله. بقيت حوالي 6 أشهر أنا يم أهلي. مرة رجعت من أهلي واقفة وياه الحلوة والمرة وياه، يعني مساندته بكل شيء مساندته. مو من نوع بنات اللي بعمري هسه تدلع وتريد وتطب وتطلع. هاي لا، أنا راضية، يعني نقول راضية بواقع حالي. انت تزوجتي انت بس خلت قاطع وياك. انت تزوجتي ايش قد عمر هذا اللي تزوجتي؟ مواليد 98. مواليد 98. انت ايش قد مواليدك؟ مواليد 2003. مواليد 2003، يعني اكبر من عندك تقريبا ب5 سنوات. ايه تزوجتوا عن طريق علاقه حب او تعارف عن طريق الانترنت او زواج تقليدي؟ لا الزواج كان هو صديقي. صارت عندي شويه ظروف وهاي. شلون صديقك وين تعرفت عليه؟ كنت اشتغل بصالون ويا اخته وشافني وصارت العلاقه وتزوجنا. مو انا اشوف الاساس مال العلاقه ناجح حتى شوي وراها استرسل وياك بالكلام. شلون يعني مثلا هو اللي بادر، هو اللي اعترف ليش انه هو يريدك لو اخذ؟ اي راسني وبكته ما رديت عليه. تقريبا رسالته بقت معلقه عندي شلون راسلك؟ مين جاب رقمك؟ مين جاب شنو راسلك اول شيء؟ بس خلينا نتفق على نقطه. على الفيسبوك، لان انا معروفه على المنصات، انشر على الفيس على الانستغرام. انشر وهاي. فهو جاب ما رديت عليه. ماشي اوكي. راسلك صارت العلاقه علاقه شريفه. زين هو من راسلك تعرفتيه هو هذا اللي يشتغل ليش لو ما عرفتيه؟ اي عرفته بس ما رديت عليه. انا ببالي انه بس اريد اعيش، ما ببالي لا علاقه حب ولا ببالي اي شيء. بس تعيشين. زين بعدين شلون ليش فتحتي له قلبك بالنهايه وطيتيه الامانه يعني ودخل لقلبك؟ شلون دخل لقلبك؟ قلبه اللي يحاول يعني. قلت لك يعني اكثر من سنه هو يراسلني، انا ما منتبهه لهذا الشيء ولا يمه. قلت لك انا اريد بس اعيش وما دخلني بهاي المواضيع الحب والكذا. ايه بس بالنهايه صار بس بالنهايه صارت. شلون صارت هذه الدعوه؟ شلون صارت؟ شلون فهميني؟ شلون صارت؟ فتره وقعت بظروف. انا وقعت بظروف صديقه. هاي الظروف تقدرين تذكرين اياها لو يعني تتحفظين عليها؟ اي عادي. لا عادي ما عندي اي مشكله. شنو هاي الظروف اللي وقعتي بها؟ كانت عندي صديقه مرت بظروف، خابرتني قالت لي تعالي البنيه. انا هنا معروفه انه اي بنيه محتاجه مساعده، اي شخص محتاج مساعده اوقف له، لان الدنيا دواره باكر احتاج احد يساعدني وانا بنيه وحيده. فقلت ماشي اروح اشوفها ايش بيها ما بيها. رحت لها. كان هو الولد موجود بذاك المكان. رحت شفتها ايش بيك ما بيك. بنيه عندها مشكله ويا صاحبها.
ايه صاحبها مو خوش ادم، من نوع سكير ويتعاطى وهاي الامور، فمطلوب للدوله هو كان مطلوب للدوله. ايه كمل. مطلوب للدوله، ورايح لها المكان عملها مسوي لها مشكله. اجت راحت انا احكي وياه انت هيك ليش تحرجها قدام العالم وبشغلها وتسوي لها مشاكل. دا احكي وياها، دخلت القوات عليه، القوا القبض عليه. ايه هذا الولد منو يعرفه؟ اني كنت واقفه وياه واحكي وياه. ايه فسألوني شنو علاقتك بيه، انا ما عندي علاقه بيه وما اعرف ايش. حكيت لهم الموضوع باكمله للقوات. تمام. الولد راح وياي، من رحت للمركز وحكيت لهم هذا الولد شلون. زين عزيزتي بالذكري لي شلون طبوا عليكم القوات الامنيه؟ يعني شلون طبوا عليكم؟ شلون عرفوا؟ بالشارع واقفين. شلون عرفوكم؟ عرفوا على الدراجه مالته. على الدراجه ما تعرفوا. اي كملي. اي على الدراجه ما تعرفوا. اي بس سولفي لي انت شلون يعني. اي كملي بس اعرف شلون تعرفت على زوجك، شلون وقعت بالحب فيه. اي هو قلت لك اجى وقف وياي وراح وياي للمركز لحد ما حلينا السالفه. وقال لي انا حابك ورايدك زواج. وقلت له تمام ما عندي مشكله، احكي ويا اهلي، لان انا سوالف حب وهاي ما اقدر اظل بالحب والكذا. ما تقدر ينظل بالحب بس ولكن زين هو قال لك انه انا كنت حاولت وياك اكثر من مره على الفيسبوك وانت ما اعطيتيني مجال. قال لي احاول وياك وما تردين ودز لي ناس، وهمي انا ما عبرت هذا الموضوع لحد ما. زين شو تحسين؟ شنو اللي تحسيه هذا الموقف اللي سويت اياه بحيث فيك غير وجهه النظر مالتك وقبلتي يكون الزوج مالتك؟ قلت له قال انت تعرفيني اكثر من سنه اني رايدك، بس انت ما منطيت المجال. انا رايدك زواج وما اعرف ايش. قلت له اوكي انت رايدني زواج، روح تعال اخطبني ونتزوج، لان انا الصراحه ما اثق بشيء اسمه حب. لان هو من حكى تليفون هو من حكى وياك على الفيسبوك، ما قال ليش انه اريدك اريد اخطبك اريد اتزوجك، لو قال لي اريد علاقه وياك انا. بلي كاتب لي هوايه انا رايدك ورايدك بالحلال وش تريدين، انا حاضر ومن هالامور هاي. اشوف الرسائل بس ما ارد. تشوفين الرساله بس شوفين الرساله بس ما تردين. لا ما ارد. كملي. لحد ما صارت العلاقه واجا خطبني وتزوجنا ب 2020 1/1 زواجنا. كان يوم عيد ميلاده ويوم زواجنا. كان عيد ميلاده. شنو برجه هو؟ والله ما اعرف برج الشهر الواحد 1/1 هو. اتوقع برج الدلو. بس كملي. ايه. ف اجى خطبني وتزوجنا وعايشين. الرجال ما قصر وياي وحبني وزين كلش زين وياي. يعني ظلينا انه بعلاقه زواجنا كانما اصدقاء. يعني شلون علاقتنا كلش حلوه، كلش يعني بشكل حلوه. علاقتكم حلوه. ايش قد استمرت العلاقه الزوجيه بينك وبين علاقه حلوه؟ قد استمرت؟ شباب اللي بالبث بس اعطونا لايكات، خلي يصعد البث. بس لايكات، اعطوا لايكات بالبث. لحد قبل 6 اشهر 7 اشهر هيك. اول 6 اشهر من العلاقه ان الامور كانت كلها تمام والعلاقه ماشيه حسب ما انت تريدين وما تريدين. اول سنه ونص علاقتنا كلش تمام. الله رزقنا بطفله. صار عندي طفله. صار عندي طفله. هي صارت عندي بنيه. ولحد قبل 6 اشهر قلت لك صارت عنده مشكله. وخليته رحت الاهلي بين ما يحل مشكلته. اخابره يابا شو وقت تحل مشكلتك؟ باكر عقب باكر هالاسبوع هاليومين الرجال قام شوي يعني يطول بالموضوع. موضوع ما مستاهل هالقد تطوله يابا. احنا البنيه قاعد تكبر مو يم ابوها. البنيه تحتاج ابوها. تشوف بنتك اسال عليها على الاقل قدام الناس دز لها مصرف. اني امي تنطيني مصرف تقول لي قدام رجلها. انا ابويا متوفي قدام رجلها تقول لي هاي رجلك حول لك فلوس حتى ما رجلها يسمعنا كلام.
يابا هيك وهيك قاعد يصير بي. شد حيلك، انا ادز لك فلوس، كم لنا البيت، كم لنا، خلنا نستقر، كل شيء وياك، شو تريد وياك، بس فضنا خلينا نقعد نستقر. شنو اللي الناس اكلت راسه والطفله قاعده تكبر بالغربه. شلون بالغربه؟ ما فهمتك. مو يم ابوها، الطفل يحتاج ابوه. الطفل يحتاج ابوه. بس قولي لي شنو هي الاسباب اللي خلت العلاقه مالتكم تتبعثر يعني؟ ليش؟ شنو اللي صار؟ صدقتي قلت لك صارت انت عنده قلتي مشكله. انت قلتي سنه ونص علاقتكم ماشيه تمام، ورا السنه ونص شنو اللي صار؟ هذا اللي اريد اعرفه انا. صارت عنده مشكله ويا زوج امه. ويا زوج امه؟ زين، من هو عنده مشكله ويا زوج امه، انت شنو دخلك بالموضوع؟ زوج امه يعني من نوع عصابات وهاي، فخوفا على حياتنا خلينا البيت وطلعنا. خليت البيت وطلعتي؟ اي، وهو همين طلع من البيت، بيتنا ما قدرنا ندخل له 6 اشهر ولحد هسه بيتنا يعني تاكل انهزم من البيت خوفا من هذا زوج امه، انه عصابته، خاف يقتله وخاف يسوي له شيء يعني؟ اي، لان هو هدده بيا وبنتي. قال له راح تقتل زوجتك واقتل بنتك. اي. زين، ليش ما اتجه؟ ليش زوجك ما اتجه للقوات الامنيه وبلغهم؟ شنو السبب؟ ما بلغنا، ما خلينا، ما حكينا. الدوله ما تسوي شيء. يعني هذا العصابتي اللي هو يصير زوج امه لزوجك، مو؟ اي. كان يهددكم، كان يهدد زوجك، يقول له انه اني رحت اقتل بنتك واقتل زوجتك بنتك ومرتك، اقتلهم. زين، شنو السبب؟ ليش يريد يقتلكم؟ فهميني. لان ام زوجي عافت زوجها، لان هو مو خوش هذا مع صاحب يقتل بالعالم. ام زوجك عافت زوجها، يروح على ابنها يهدد زوجته. ليش؟ اي. شنو ايه؟ مو خوش ادم، يعني ايش تحكي ويا بعد هو؟ ليش يهددكم؟ انتم شو عليكم؟ انتم عائله وحدكم. هو بعد يعني هذا تفكيره، بعد شو تسوي له؟ راحت يم اهلي، قعدت 6 اشهر الى 7 اشهر تقريبا، ما سوى حل. اخر شيء اخذت منهم فلوس، اخر شيء قال انه ناقصه فلوس حتى ياخذ لنا بيت ويأسسه، وهاي اخذت فلوس ورحت. دقيقه بس، انا اسالك تجاوبيني. انتم من انهزمتم من البيت بسبب انه هذا زوج ام زوجك، ها؟ زوج ام زوجك من هددكم، انهزمتوا، وين رحتوا؟ انا رحت يمه اللي ظليت 7 اشهر. انهزمت يمه لي. زوجك وين راح؟ بقى بكركوك. بقى بكركوك، بس خاتل يعني، ضام نفسه. اي اي على كيفنا، خلينا نستدرج بالقصه حتى نفهم الناس. اي، وراها شنو سويتوا؟ ورا 7 اشهر خليت اهلي وجيت الكركوك، تركتي نقعد نستقر نشوف لنا بيت. تركتي اهلك وجيت الكركوك. هو قال لك تعالي؟ اي قال لي تعال. حكيت وياه، قلت له هيك السالفه انه انا بنتي قاعده تكبر بعيده عن ابوها، واني ضايقه مراره البعد عن الاب، ما اريد بنتي تعيش اللي انا عشته. كم خل نجي. اقتنع وقال لي تعال. جيت، وصلت ورا الظهر، طبيت كركوك. قلت له نروح ناخذ البيت اليوم، قال لي اليوم لا، نبقى ببيت اخته نرتاح. قلت له نبقى ببيت اختك اليوم لحد باكر، نروح نكمل البيت ونقعد، وهاي بقينا ببيت اخته لحد بالليل. بنوته راحت عليه، دفعها وخلاها بالغرفان واخته، وهو راح بالديوانيه، سد على روح الباب. هنا انا قلب انغز، نعرف اكو شيء بهاي ال6 اشهر كلها اللي مرات، انه خابره مالي خلق ما اعرف ايش يسد بوجهه. قلت ما يخالف. نام الصبح كان اتصالات ورسائل هوايه تجي. هاي الرسائل من تجي؟ ما اعرف. فتحت تليفونه، من فتحت تليفونه القى المحادثات، القى الصور، القى الحكي علي، القى ايش مكتوب؟ الزواج اللي ايش مكتوب؟ الزواج اللي وعد. ايش مكتوب بهاي
بهاي الصور والرسائل؟ ماكو شيء ما مكتوب. انت شلون متزوج توعد بنيه بالزواج والبنيه متزوجه؟ هنا احكي اللي بدت الخيانه. يعني بهاي الفتره اللي هي سبع اشهر هو كان عنده علاقه ويا بنات وواعد بنات بالزواج وهو متزوج وعنده طفله منك، مو؟ وهي البنيه هم متزوجه. والبنيه هم متزوجه وواعدها بالزواج. اي وعندها اطفال. عندها اطفال. اي وواعدها بالزواج. شنو تترك وتجي وهاي اقول له ليش انا بشنو بس دقيقه، بس وياك؟ على كيفك انا افهمك، ارجوك افهمك انه انت منزعجه من هذا الموضوع وحزينه، بس لازم هذا بس شنو اللي اكتشفتيه بموبايل زوجك؟ شنو اللي لقيتي من رسائل بموبايل زوجك؟ شو يقول له؟ شو يحكي ويا هاي البنيه المتزوجه؟ شو يحكي وياها؟ ماكو شيء ما منحكي يعني حكي اللي ما ينحكي حاكينا. خلينا على صفحه ولا الصور اللي تدز هي شو تدز له من صور؟ واصل المرحله. شو تدز له من صور زوجك؟ احكي لي شو تدز له من صور زوجك؟ احكي لي. صورها كلها صورها من طبت من طلعت من سبحت من اكلت من شربت من راحت. يعني تدز صور زوجك، صور زائد 18، يعني صور يعني عاريه نقدر نقول. تقدر تقول كل شيء. شو تريد احسبها صور اشكال الوان. صور لا اخلاقيه، مو؟ اي. وذيك هم متزوجه. هذيك هم متزوجه. وهذا زوجك شنو يقولها الذيك؟ تقول له اجتك ست الحسين وعفتني وما اعرف ايش. وهو بالبدايه من دفع الطفله وخلاها بالغرفه وراح يحكي وياها بالديوان. عوفيك من الطفله. بس جاوبيني، انت زوجك من كان يحكي ويا هاي البنيه ويقولها اكيد شنو يعني كان يقولها احبك انا واريدك وراح اتزوجك وهذا كان يقولها؟ احبك واموت عليك يا روحي يا بنيتي يا عمري يا قلبي وراح نتزوج وما ضل شيء واحنا متفقين على الزواج وتزعلين بسبب هاي. زين هذيك المتزوجه تدري بيه هو متزوج لو ما تدري؟ تدري بيه متزوج وتقول له جبت زوجتك وانت قلت لي ما رجعها وانت قلت لي عايفها. وهذاك زوجها الثاني. ذاك زوج هاي المتزوجه وين؟ ما يدري بيها؟ لا ما يدري بيها. وموجود عندي رقمها وموجود عندي رقمها وموجود عندي حسابات وموجود عندي سكرينات المحادثه وموجود عندي صورها كلها موجود عندي. بس سكتت حفظتهن عندي وقلت له روح بطريقك وانا بطريقه ونظل بيني وبينك بس الطفله. زين زوجك انت زوجك يقول لي ما اريدها بس اضحك عليها ولا بس تعوفين على قلت انت عفتني على مودها. زين هو وقفه قبل ما انت تكتشفين زوجك انه جاي يخون بيك، قبل ما تكتشفين خلينا نقول قبلها بيوم قبل ما تكتشفين، قبل ما تشوفين الموبايل مالته وتكتشفين هاي الصور والحكي ويا هذيك ويقول لها انا احبك وانا اريدك وما عليك وما اعرف شنو ونتزوج وهاي زوجتي انا ما احبها وما اريدها هيك ومخليها. شنو كان يقول لك قبل يوم؟ ما اقول له عندك شيء؟ قل لي اذا عندك شيء. لا قبل يوم هسه مثلا انت اليوم ويا زوجك شنو كان يقول لك؟ يقول لك انا احبك واريدك وانت عمري وانت هاي؟ اكيد. يعني كان يقول لك هيك ووراها بيوم اكتشفتي انه هو يقول للوحده ثانيه اريد اتزوجك واريدك وانا هاي زوجتي ما احبها وما اريدها. اني خبرني الصبح تعالي وانت زوجتي وانت حبيبتي وهاي نرجع ونقعد نستقر وحتى السالفه ننساها مال زوج امه ونقعد ونستقر. قلت له اوكي. جيت وصلت الظهر بالليل تعالوا شوف الحكي اللي يحكيه وبنته يسميها بنيتي. الحكي اللي يحكي ويا ذيك الحكي اللي يحكي ويا ذيك المتزوجه. اودي له بنته هسه بالاسبوع مرتين ثلاثه اودي له بنته. يعوفها على صفحه انا جايبت لك بنتك فاتح كاميرا وياها. هي ما ترضى تقول له ما تحط بنتك بحضنك انا بنتك. وليش انت ما عندك 4 جهال ما ادري 5؟ عندها 4 جهال. اي عندها جهال هواي. زين هاي والله العظيم لا خلقه ولا اخلاق. زين هاي ايش قد عمرها اللي جاي يخونك وياها؟ ايش قد عمرها؟ والله ما اعرف بس يعني تقريبا تطلع 28 29 هيك. ومن خلال الرسائل اللي جام وولد
من خلال الصور اللي اكتشفتيها ومن خلال الرسائل اللي شفتيها بموبايل زوجك وهي هذيك جاي يخون بيك، اكتشفت من سمعيني بس سمعيني. انا بيتها ادز صورها لرجلها، ادز كل شيء لاهلها، بس جاوبيني على هالنقطه ما تصبري لي. انت من لزمتي الموبايل مال زوجك وظليتي تقلبين بالرسائل وظليتي تشوفين هي دازت له صور، هو هم داز له صور لا اخلاقيه، هو زوجك داز له صور لا اخلاقيه؟ لا بس صور يعني عاديه، من طاب ومن طلع ومن قاعد ومن ياكل من يشرب، هاي الصور، لان هم يعني شلون نقول وقتهم اكثريتهم خلينا كان مفتوحه، قليل محادثات وصور. حلو. بس هي دزله. هي من الدزله هي اللي هو يقول لها دزي لي شيء وهي الدزله. لا هي دازت له، هي الدزله. هي الدزله وحدها. هي الدزله. هي من الدزله هيك مثلا انه جسمها والهاي، هو شنو يقول لها؟ شو يعلق على الصوره؟ شنو غد صاعدين اتصال هم، وهي بالاتصال الدزله، شوف هاي الصوره، شوف هاي ما اعرف ايش، هم بالاتصال. هو حتى من يحكي وياها كان يسجل شاشه. هي تدري جاي يسجل شاشه ولا ما تدري؟ تدري كل شيء تدري. كانت شويه هوسه ما صار صوت واضح. كملي. مو بالشغل تدري انه دا يسجل وعاد محتفظين بين حتى من يتزوجون ذكريات الضالة، او مع احتراماتي لكم القرن اللي عندك اللي عندك. اوكي كملي لي شنو اللي صار وراها، يعني ورا ما اكتشفتي انت واجيتي واجهتي بالحقيقه قلت لما انت لزمتي التليفون من انت سمعيني بس اسمعي سؤالي وجاوب عليه. من انت لزمت التليفون بيدك وظليتي تقلبين وشفت الصور والحيثيات وكل شيء، افتهمتي الموضوع، افتهمتي من الرسائل هو نايم وياها لو ما نايم وياها بعده؟ لا مو لان هي مو كركوك. يعني بيا محافظه؟ ما اعرف والله لحد هسه ما عرفتي، بس بعيده عليه. بعيده عليه، يعني اللي يعني صور بيناتهم ومحادثات وهاي بس من الصور والمحادثات مبين علاقه قويه وعلاقه رصينه وعلاقه هاي مو؟ اقول له شلون توعدها بالزواج. اسمعيني بس خلي اجاوبك. اسمعيني بس خلي اجاوبك. هي خيانه. سمعيني، هي خيانه اللي ما خلاه يخون الزوج. تعرفين شنو اللي ما خلاه يخون الزوج؟ هو بعد المسافه ما بين هاي البنيه جاي يخونك وياها وما بين هو، يعني بعد مسافه صايره بيناتهم. خلى فيدك هو من متزوج وعايفني يم اهلي، وهو من عنده حبيبه وحاطه على بالك صاين حبيبته لو صاين زوجته، هو هنا همينه ويطلع بنات. اسمعيني عادي بس خلي اقول لك هو وغيرها. اسمعيني بس خلي اقول لك الشغله. هو ما خانك، مو ما خانك انه هو ما يقدر، لا بسبب انه هي بعيده عليه. هي لو كانت بكركوك كان شبعش خيانه، كان يوميا راح ينام وياها. تدري عنده حتى بكركوك عنده. ايش قاعد تحكي؟ عوفين هسه خلينا نحكي على الموضوع، ما نريد نطرق لمواضيع ثانيه اللي انا نحب نفس الموضوع احكي. انت من اكتشفتي انه هو عنده رسائل وياها البنيه ودز له صور وحبيبتي وحياتي وان شاء الله نشوف ورحت اتزوجك وهاي زوجتي انا ما اريدها وزوجتي كذا، كان يحكي عليك يعني كمان. انا ما اريدها، وانا قلت لك انا راح اجيبها على مود بنتي، احنا مطلقين. انه قال هو مطلقين انا وياه خلاص. مطلقين هيك بس مبقيها وانت راح تجيبها. زين هي شو تقول له؟ تقول له انا زوجها ما اريده وانا وياك نتزوج سوا؟ تقول انا ما زوجيك انا زوجي ما احبه ما اريده. هيك شنو هيك لا شيء. ما تحبه وما تريده ويتزوجون وعلاقتهم طيبه والامور. تخيل يعني حتى من اودي له بنته ما يخلي بنته يمه، لان هي ما ترضى. تقول له لا تشيلها، انا بنتك بنته ولك بنته، ترضين احد يحرمك من بنات؟ انا بنتك تقول له وش بنتك اكبر منه بقد امه. 28 سنه ليست كبيره، يعني بجد تطلع تقريبا عمرها. كملي. تقول له انا بنتك لا تشيل بنتك ولا تخليهم يمك. بس مو لهالدرجه. الساعه 5 الصبح اخذت كل سكرينات المحادثات والصور كلها، اخذتها بتليفوني حفظته وخليته، ما حكيت ولا فتحت حقي لحد الصبح. رحنا شفنا بيت، كملنا البيت، قلت له السالفه هيك وهيك ليش؟ سكت.
قال ما اريد احكي الموضوع. قلت له ليش خليتني اجي؟ ليش ما قلت لي انت تريد تتزوج؟ احكي لك بينك ما بين الله، من صار عندك الصور مال البنيه اللي كان زوجك يخونك وياها، وصار عندك المحادثات والرسائل وكل شيء، هم فكرتي انه تنتقمين لو لا؟ لا ما فكرتي تنتقمين من عندها؟ لا، لان انا انقهر انه انهجم بيت، ما اريد اهجم بيتها. اذا تريد هي تهجم بيتها هي وربا، لان الله ما يرضى بهذا الشيء، ما يرضى بهجمان البيوت. عندها اطفال، افكر باطفالها، انا عكسها، انا عندي ضمير. ايه عندي ضمير، ما احب اخرب بينها وبين زوجها واهجم بيتها، لا ما احب هذا الشيء، لان يعني انا اللي كمت من هذا الشيء. ما كنت تريدين تهجمين بيتها، هذا السبب انه هذا مو؟ اي اطفالها يوقفون بعيني، مو عكس هي من تقول له لا تجيب بنتك بحضنك، انا بنتك. كمل. شنو قال لك هو؟ من عرفت عليه الواقع بعد خليتيه امام الواقع قلتي له يابا انه انت جاي تخونني وكذا قلت له انت تخوني، انت تحب البنيه، وهاي ليش خليتني اجي؟ ايه دامك تحبها وتريد تتزوجها ليش خليتني اجي؟ قال لي ايش بيك ما اتزوج، اضحك عليها. قلت له ليش تضحك على بنات العالم؟ عندك بنيه باكر يعني هذا زوجك؟ عندك خوف. هذا زوجك ايش يقول لك؟ زوجك ايش يقول لك؟ يقول لك انه اني من هسه وبعد اسمعيني جاوبيني. لا خلي نربط فكره ويا المستمعين. اصبري لي، سمع بس، اسمحي لي انا احكي وعقب بعدين من اسكت اقول جاوبي. خلي اسوي ربط، لان العالم يفهمون شنو الموضوع، انت سالفه كلها يمك. يعني زوجك انه هو عنده علاقه ويا وحده ثانيه من الزوجه، واكتشفتي عنده هاي كل شيء، الرسائل والصور مالتها، اجيتي انت واجهتيه امام امر الواقع، يقول لك والله هاي البنيه انه اني اضحك عليها ما احبها، فقط اضحك عليها، يقول لك شيء؟ اي اضحك عليها اي. وطبعا للعلم خلي ازيدك. لا عوفي لا تقطعي النقطه مالتي، كملي. ايه يقول اضحك عليها ما اتزوجها، ما احبها اصلا، حب ما احبها. يقول لك حب ما احبها. زين انت قلتي له، زين انت ليش ما قلتي له هذا الكلام؟ يلا هسه خابره وقولي هذا الكلام قبالها. ليش تحكي ليش تصير منافق؟ ليش تصير منافق؟ قلت له دامك ما تريد اقول لها يلا خابرها احضرها، قل لها انا ما اريدك، انا اريد زوجتي واحضرها. قال لي مو هسه، بعدين شوي لان البنيه تعلقت بي. قلت له انا اظل انتظر لحد ما تقنعها وتحضرها. شنو ما عندي كرامه، ما عندي عزه نفس؟ شنو يعني هذا مكتشفها يعني كل شيء اكتشفته بعد انت وهذا، وقال لك شويه هذا شنو جاي يحكي ويا صاحبه لو ويا زوجته؟ شوي يقول لي شوي لحد ما لان البنيه تعلقت بي ما اقدر اعوفها بهيك السهوله، لحد فتره اقنعها واحضرها واعوف كل شيء. هذا شو موضوع؟ هذا شو موضوع؟ قلت له انا ما عندي كرامه ظل يمك. هاي شو موضوع هذا؟ توسل بيها. هاي جاي يسوون بالعراق، معقوله هيك موجود؟ زوجتك تكتشفه ويا وحده؟ والله هيك موجود. زوجتك تكتشفك ويا وحده تقولها والله انا شوي اعوفه؟ ايش جاي تحكي ويا صاحبك انت؟ جاي تباوع اللعبه؟ قلت له انا خلي واطلع ارجع لاهلي. فوق الاسبوعين هو مقفل علي البيبان ما يخليني اطلع. اسبوعين مقفل عليك البيبان مو؟ حكيت اخته ما يريد. حكيت اخته قلت له ترى سالفه هيك ما يريد اهله يعرفون. ترى هيك بينكم دا يسواني ما اقدر اظل وياه هيك. حكيت اخته، جتي اخته وياه تقول لي كل الشباب هيك، وشنو انا ما عندي كرامه ما عندي عزه. يعني هاي اخت اسمعيني، اختي وين اللي اسمه؟ يعني هاي كل الشباب اسمعيني، يعني هاي اخته تجيك عودي تريد تحل المشكله، ايش تقول لك؟ تقول لك هم اسمعيني، تقول لك دول كل الشباب هيجي، ها عيني هذول كل الشباب هيجي، وعادي مو مشكله، زوجك مو اول واحد ولا اخر واحد، عادي خلي يخونك. تقول لك عادي خلي يخونك، خلي ينام ويا البنات، انت المهم ابقي وستر على نفسك وهاي على اطفالك. بالتالي يرجع لك تقول لي بالتالي شنو انا ايش اسوي بالفضاله؟ انا ما لف فضاله بحياتي، انا ما ناقصني شيء. يعني هاي والله الف واحد يتمناني. يعني هاي اختها تقول لك هو يروح يرجع لك. اي روح يرجع لك، بالتالي انت الاول والاخير. تواني ما عندي شغل وعمل، انتظر اكمل علاقاته وبعدين يجيني. شو يقول لي جيني انا وصله مال المسح.
والله ما ادري، انا عندي كنت قبل ما اتزوج معروفه على البرامج التواصل، عندي متابعين، عندي مليون متابع على التيك توك، عندي مليون على الانستغرام، كلهن حذفهن وطيرهن وفقدت فدوه الك، ما يخالف استقر وامشي، استقر واعيش. كل شيء عفت، كل شيء تركت، عفت صديقاتي، عفت اهلي، عفت كل شيء. هذا انسان هذا انسان هذا انسان غبي وكلب وما يستحقك. انت بنت اصول. هذا واحد. هسه قاعد تأجرت بيت انا وبنتي وقاعده اشتغل ومعيشه بنتي. هو بتكذب فد يوم 1000 دينار ما له قيمه، يجيب لها شيبسات ب 1000 دينار، والفد يوم فكر يجيب لها حليب. بس انتوا النسوان هم بشويه وايد تشتكون، يعني هم تشتكون هواي يعني. ما لا حكومه تسوي لك شيء، لا. هاي طلبت الطلاق وحكيت محامي بس يحل لي هالمحامي ونطلق وكل من بطريقه. كم الطلاق هالشهر قلت اطلع من العراق خلاص. مو انتوا النسوان يعني انخبط الحابل والنابل، هم تشتكون هواي تشتكون. زين. قلت خليته هو وياه، قلت له عيش حياتك واستقر وما علي بيك، يعني عيش حياتك يعني انتوا شويه النسوان هم شويه هواي تشكون، يعني هواي تشتكون، ضربني وعذبني وهذا يعني. والله ما فد يوم اشتكيت، انا كنت حامل يضربني يمد ايده علي يجيني سكران ابلعها واسكت، تخبرون اهلي يابا والله كل شيء ماكو. مو انتوا البنات انتوا جاي تختارون انقص خلق الله، جاي تختاروهم وتحكون على الشباب. والله انا صوتي لان انا احكيها الصراحه، لان شباب درهم مال الله ولا حد هسه هم رايديني، بس انا عفت كلها وجيت اختاريت هالانسان اللي الله بعد هي قسمه الله كتب لي هذا. ما هو قسمه، لا ما عزيزتي، ما هو قسمه، انت تختار، انت تختار بيدك تشوفيه قدامك وقلبتيه وهذا. ليش تقولون قسم الزواج قسمه نصيب وهو الله يريد هيك؟ ماكو يسافر. مو قلت لك الزواج من حد ما صار عندي طفل هو انسان واضح وكل شيء ما عنده، لحد من صارت هاي المشكله راح يتمه لي هو اخذ حريته. والله عندي السبب الرئيسي بافشال علاقتك منو تتوقعين؟ اهله، لان المشكله من وراء اهله، تركت بيتي وخليته ياخذ راحته. السبب الرئيسي من وراء اهله اللي خربوا العلاقه مالتك. اي هم اللي سووا، صارت عندهم مشكله بسبب مشكلتهم، انا تركت بيتي ورحت لاهلي وصارت هاي السالفه، واخذ راحته وحريته، فتح له الباب ولا من كنا متواجدين سويه. لا هو حتى هو انا اضرب لك مثال، هو حتى المجتمع خارط، المجتمع العربي والعراقي مجتمع خارط. هسه انا صار لي ساعه جاي احكي كلام مرتب وكلام جميل بدون اي غلط بدون اي هاي، اللايف عندي 83 زين، 80 وصل، تفشر تغلط يوصل عندك 500 يصعد 800 يعني يوصل. تخيل عندنا مواهب مدفونه ما تصعد، وتجيك بنين مقاطع فاشله، تجيك ناس ما اعرف من هي مقاطع فاشله تصعد. هو المجتمع زباله، المجتمع كلهم زباله، زباله ولد زباله. واحد زباله صاعد والدوله حاميته. ايه قانون ما عندنا، المجتمع زباله. ما عندنا، الشهر ما ظل زين، كل شيء ما ظل. المجتمع تعبان منتهي. فانت انا من يطلع هيك المجتمع صاير، انا احنا عمي على ايام الخير، انا طلعت من العراق ب 2015 ما كان موجود هيك ليفل. هسه الليفل كلش صاير يعني كلش اوفر، الليفل اللي موجود عندكم بالعراق هسه كلش تعبان الوضع، يعني عشاريا بالدوله بالمجتمع بالناس بكل شيء الوضع كلش خربان، بين قوسين صاير خرطي. صايره كلش الوضع مو والله. كملي لي شلون خلصت حياتك انت دفتين قصتك؟ كملي اليوم الحلقه لك كلها. ايه صار هاي الفتره شهرين، قلت له انت شوف حياتك وانا اشوف حياتي لحد ما يخلص طلاق وكل من بطريقه. يعني صار لي شهرين قاعده ببيت انا وبنيتي واشتغل ومعيشتها ومعيشه نفسي. والله عايشت ايدك، والله بيك تنحضتي ما قلبك حياتي وما قصر وياها ولا راح اقصر وياها. وقلت لك والله العظيم
حلويات ب1000 دينار ما جايب لها هو تزوج؟ لا ما تزوج، جاي يتزوج، يقول اضحك عليها لحد البارحه وديت له بنته يشوفها، قلت له انت مو تقول اضحك عليها شو بعدك وياها؟ يقول لي معوده اقضي وقت براسها اضحك عليها. يضحك عليه. عندك بنيه باكر تكبر، عندك زين خوات، يضحك. عندك زين هو شنو اللي مستفاد؟ بس قاعد افهم يخابر بيها، بس يخابر بيها وبس يخابر. اي بس مخابرات كل شيء ماكو يعني، ما يروح لها ما هاي بس مخابر يخابر هيك. الو شلونك مو؟ اي ويظلون فاتحين كام ليل ونهار ما عندهم شغل وعمل. زوجها ذيك وين لعت؟ ما ادري يداوم ما ادري وين. يروح 7 ايام ويرجع مو؟ احتمال لان ليل ونهار موجوده وياه على الخط. اطفالها من يعطيهم اكيد؟ جاك اطفالها كبار ولا صغار؟ لا صغار. صغار اطفالها. ايه هم شلون نقول يم اهلها عايشه يم مسيطر على الرجال، واهلها هم كيوليه بين قوسين احكي لك اياها، اعتذر عن الالفاظ بس هم يعني عائلتهم كيوليه. عادي يطبون يطلعون عليهم ولد، علاقات بناتهم يطبن يطلعن يروحن. ولاني بنيه هسه حره، بنيه حره لا يم اهل لا يم رجال، بيتي بوحدي. اخاف من الله سوى هذا الشيء. استحي من بنتي مو عمرها سنه و4 اشهر، استحي منها، استحي من الله، استحي من نفسي. شنو موقف باكر عقبه يشوفوني بالشارع يقولون هاي البارحه كنت يمها كانت طالعه وياي، شنو موقفها انا؟ وماكو سر ينضم بالعراق، ماكو حكايه تنضم. شنو موقف من نفسي من يجي واحد يقول لي هاي البارحه كانت يمي، البارحه كنت يمها؟ شنو موقف بنتي باكر عقبه لو كبرت يجي فلان وعلان يقول لها امك كانت كذا وكذا؟ والله كلامك ذهب. وانا بنيه صغيره يحق لي اطلع، يحق لي ادرس، يحق لي اتونس كل عمري. هسه انا راح اطبل 20 سنه، المفروض اللي بعمري عايشات احلى عيشه. انا يا دوب ارجع للبيت اسوي لها لقمه اوكلها وننام واقعد بعدك صغيره اطلع للشغل. يوم بعدك صغيره العمر قضيت شغل برا البيت وشغل ارجع للبيت همي انا رب بنتي وشغل البيت واكلتنا ولقمتنا. اللي بعمره عايشات حياته. بعدك صغيره. بعدك صغيره. لا من ناحيه اهل ولا من ناحيه رجال. خذ لا تسمع حياتي ويا اهلي. هاي يعني ابسط قصه من قصص حكيت لك اياها. هاي يعني عندي لا شيء. انا ضايج. انا هموم الدنيا كلها بقلبي، لا تضوجيني زايد. كمل. والقران شو اقول لك، وصلت مرحله من التعب. 1000 مره احاول انتحر، اقول هاي الطفله شنو ذنبها تظل ورا؟ لو ادري عندها سنه كان من زمان انتحرت وخلصت. ليش؟ ما لها سند. ابوها خلينا نقول بخط عريض قوال. بعدش الحياه قبالك 20 سنه، بعدك صغيره، حياتك قبالك، لا تأيسين من الدنيا. انت شنو جاي تشتغلين هسه؟ والله ما مأيس. ايش قاعد تشتغلين هسه؟ اشتغل محاسبه. والله بنتك من جايه؟ يوميتي 25 20 30 ومن ارجع اخذ بنتي وخليها مربي، انطيها اسبوعيه خليها اوديها العصر اخذها ب11 بالليل، شغلي يبقى ل 11 بالليل اخذها وارجع. من ساعه باش يبدا شغلك؟ من 4 العصر. والله عشت ايدك. تساوين 1000 رجالتي والله من هالوقت هذا. والله العظيم يقولوا لي اباوع، والله العظيم حتى مع احترامات الزلمه الزينه اللي بالعراق من اباوع ماكو، حتى رجال براسه حظ ما بال. من يقولوا لي خي ولا تزوجين غيره، والله العظيم ما دا اشوف رجال ارجل مني. كم؟ والله ماكو رجال مع احترامات للزلمه الزينه اللي بالعراق والله، بس يعني تلقاهم 5% زلم باقين. يعني ماكو اللي لو تلقاه قواد لو حرام لو فاكش لو كبس لو سكر، هذا اللي بالعراق. معقول ايش ليفل واصل يعني؟ والله العظيم يعني اللي تلقاه خوش يعني هذا كلش خوش تلقاه خاين، هذا كلش خوش. ماكو من جيل ماكو جيل التسعينات، جيل مالتي ماكو هناك، هذول جيل الالفينات تعبانين مبينين. والله العظيم حتى المواليد 2000 والتسعينات والسبعينات والثمانينات كلها
نفس الاخلاق كلها نفس الشيء. قلت لك يا مكبسه يا ساقط يا قواد يا دايح والشريك بهم ويخون. لا مو لهالدرجه، مو لهالدرجه عزيزتي، مو لهالدرجه. والله العظيم هذا اللي دا اشوفه يعني انا. انت يعني المرات بيهم كلهم خونه هذول، كلهم خونه معقوله؟ انا ما انشر احد ولا اتخرب يعني دا اشوف اللي يعني انت هسه ليش ماخذه؟ دا اشوف الموجودين وياي بالعمل، دا اشوف اصدقاء صديقاتي، اشوف ازواج صديقاتي. يعني هسه انا عندي بس سمعيني خلي احكي وياك. انت ليش ماخذه نظره على الرجال؟ يعني اسمع جيل السبعينات والتسعينات والالفينات والثمانينات كلهم عندك دول مو زينين، قلت لو يشرب لو يكبسل لو ما اعرف شنو. لا ليش ماخذه نظره على الرجال؟ عندك تجارب ويا رجال سيئه؟ احكي لي. ما عندي تجارب، بس يعني اللي دا اشوفه قدام. يعني هسه انا عندي صديقتي انا موجوده وياي بالشغل، رجالها مخليها بالشغل تشتغل وهو قاعد بالبيت وتصرف عليها، وعادي روح اطلع عند ابويا هذا ويا ذاك وعادي. ايش قد عمرها زوجتي هاي صديقتك؟ يطلع بال 24 25 سنه. زوجها ايش قد عمرها؟ كبير بالعمر، يطلع ب 30 35 هيك. صار لهم قد متزوجين؟ عندها ابنها عمره 9 سنوات 10. عايشين يمك بقرب لو وين؟ اي اقول لك صار لهم قد متزوجين؟ صار لهم قد متزوجين؟ بال 11 سنه. 11 سنه صار لهم متزوجين؟ اي زين ليش خليه يروح زوجته؟ زوجته شو تشتغل؟ موجوده وياها هم يعني تشتغل المحاسبه. ليش يودي زوجته تشتغل؟ هو ما يشتغل؟ لا ما يشتغل، قاعد ياكل ويشرب وما رايح ليش. كان قبل يشتغل؟ عادي انه عندها اصدقاء ينطوها مصرف تروح تفتر وياهم، هاي عادي موافق. من ما عندها مصرف شنو؟ تطلع للشغل عادي خابريهم يجون للبيت يجيبوا لها مصرف ويجيبوا لها مسواق يجيبوا لها شيء عادي راضي. يعني تخيل هو رجالها كبير بالعمر. يعني هذا يقبل على زوجته انه يطبون عليها بالبيت يجيبوا لها اكل اصدقائها؟ اي عادي عنده. زين هاي يجيبوا لها اكل اصدقائها يعني معقوله بدون يعني بدون اي مقابل؟ ما حط بحظ وبخت بدون اي اسمعيني خابريهم يجون عادي بدون اي مقابل مو؟ ما حط بحظ وبخت قلت لك. يعني ما تدرين يعني معقوله رجال يجي يجيب اكل ويجي يساعد بدون ما يحصل اي شيء؟ يعني هيك وجه الله يسووها؟ ما حد ما يسويها لوجه الله، والله ما يسووها. هي تقول عادي يقبل انه يجون يطبون يطلعون عادي، حتى لو يقعدون بالبيت هم عادي عنده. يعني يجون يعني هذا جاي يخلي زوجته يطبون عليها، يطبون على زوجته. عادي عنده. جاي شو اسمه وياها ويخلي يطلع ينامون وياها وجاي يطلع يطوها اكل يطوها، هذا مو صحيح؟ يمارسون علاقه لا اخلاقيه وياها. هي تقول لك ما طالع عليه الشغل. هي تقول لك اسمعيني هي تقول لك زوجي يقبل عادي؟ اي عادي. وهو تقولين هو يقولها روحي يعني؟ قبل يومين كاتلها لان ولد صديقها محاكيه قال لها جيب لك مصرف وساد التليفون بوجهها. ليش؟ كاتلها شنو انت ما طالع على الشغل وما عندك فلوس وهو تسدين التليفون بوجهها، خابريك خليه يجي يجيب لك الفلوس. يعني زوجها يقولها ليش سديت التليفون على هذا صاحبك؟ خليه يجي لهنا يمك يجيب لنا فلوس مو؟ اي زوجها يقول لزوجته هيك. اي يقول لزوجته حاجتني قاتلها موتها قتل؟ اي والله. ايه وهي موجوده هم يمي. ايه الله اكبر. هذا شلون الرجال هذا؟ شنو من رجال؟ ديوث هذا ديوث. حرام والله حرام عليك تقول رجال هذا. لك مو رجال والله انا ما راسي اسوي هذا الشيء. يعني يقول لي يعني الله اكبر وين وصل الموضوع؟ وين وصل غيره؟ وين الشرف؟ يعني يخابر يقولها زوجته ليش سديت التليفون من صاحبك؟ يضربها يقول له خابري خليه يجي يطب عليك ويجيب لنا فلوس. يطب عليك بين قوسين. تعرفون شنو من اقول رجال يطب على بنيه شو يسوي يمها بالبيت؟ ما اريد احكي هذاك جهالك وفي شيء يطب عليها يعني.
سوي ذيك الشغله، يحط الفلوس ويطلع. مو تسمعيني؟ اي سمعك. كملي. عادي والله اكو انقص. هاي صاير عندكم بالعراق؟ صاير معقول؟ والله انقص اكو. الجاي يشوفون اعطونا لايكات، ما راح تسد البث. اعطوا لايكات البث، خلي يوصل للعالم. هاي قصه مهمه، هاي هذا موضوع مهم. تسمعني؟ اسمع شيء. ايه كملي. اسمعك عزيزتي، كملي. ما اعرف، ما جاي. والله اشكال اكو. ايه بس انت قلتي لي عندك موضوع ثاني تحكي عليه نفسك، تحكيها ما تحكي سوالفي، خلينا نسمعها منك. مبينه معبيه مو خطيه مبينه. انت من صورتك حاطتها، صورتك مبينه، شفتك من صورتك قلت هاي شنو هاي؟ بصورتك اسود وابيض ومبينه حزينه وشبعانه. مو انت بعدك صغيره، لا تيأسين، بعدك صغيره. على صورتي لو دز لك صوره حبيبه زوجي لا تكفر، تقول شنو يعوف الخلقه هاي ويروح على ذيك. ايش قاعد تحكي؟ انت واثقه من نفسك، اكيد حلوه، اكيد حلوه يعني. هاي قدامك بدك تشوف الصوره. والله ما نقصني شيء، والله حلوه الله ومرتبه. ما منقص علي شيء. والله حلوه ومرتبه. هاي جاي اشوفك حلوه ومرتبه وما بي شيء يعني. ليش يخونك؟ انت طبخي له، تعرفين الطبخين انت، تسوين الطبخي له كل شيء تسوي له ويخونك. والله ادز لك صوره حبيبته تعال شوفها. والله لا تجي من فنلندا للعراق تتفل عليه. شلون؟ صورة حبيبته جقمه. والله لا ادز لك اياها، تجي من فنلندا للعراق تتفل بوجهها. ما اريد اشوفها، اخاف تنسدني نوب بنفسي. والله تنسد مو بس نفسك. كملي عزيزتي، كملي. انت مبينه محمله هموم. والله عرفتك انا. والله ولا خاب قصه حياتي ويا اهلي. واول ما بديت اشتغل واول ما طلعت للحياه، هاي قصه كلش طويله، هم يراد لها فد يوم. ان شاء الله. هسه بلش الشغل ما عندي وقت هوايه. ان شاء الله عزيزتي، ناخذ وياك لقاء ثاني نكمل على قصه حياتك ونفتهم منك. هسه تاخذ راحتك بعد. ماشي عزيزتي؟ ان شاء الله. وان شاء الله ونصيحتي لك. اشكرك اخذت من وقتك. لا عزيزتي، ان شاء الله بس وتراقب التعليقات ان شاء الله. اللي بالتعليقات كتبوا له خطيه ايضا اللي بني شنو الحل. بس الحل اللي ياخذيه من عندي نهايه القصه مال القصه. خليني اقول لك اول شيء ثقه بنفسك، ثقه بالقدرات مالتك. انت بعدك صغيره. صوتك ماكو دا يقطع. جاي سمعين هسه؟ صوتي واضح انا بالنسبه للبث، حتى لو ما سمعين هسه سمعين من البث. انت بعدك صغيره، عمرك 20 سنه. سمعين من البث، ترى تشوفين الحلقه بعد. تحياتنا لك. ان شاء الله. سمعين من البث. فرسالتنا لهاي الاخت واي اخت ثانيه على شاكله هاي الامراه، اذا تعرضت لهيج خيانه وهيج حياه مساويه، انت بعدك صغيره، خلي ثقتك كبيره بنفسك. مو مشكله، هي هاي الحياه يعني. الحياه هو الله مسوي الحياه تجارب وتعب، كلها تعب بتعب. فانت عادي تحملي، كوني امراه قويه. هسه هاي الامراه ب60 رجال من هالوقت، اغلبيتهم ذكور وقله الرجال مع الاسف. انه يخلي زوجته يخليها تروح تاخذ اكل من العالم وتسلمهم جسدها، وهو هذا قاعد بالبيت كل شيء ما يسوي. هذا تعتبروه رجال خيخه؟ هذا شنو هذا؟ من هو يقتل زوجته ويقول لها خابره يا اصدقائك خلي يجون للبيت ويسوون ذيك الشغله عادي، ماكو مشكله. يضربها يعني. تعرف شنو يضربها؟ خابريهم يقول لهم يعني موجود. معقول اكو هيك بالعراق؟ والله جاي اتعجب يا اخوان من القصص جاي توصل لي. يعني انا ما اريد اقول الله يعطي جوز اللي ما عنده سون. هسه ما تقول لك هاي كفر هاي ما اعرف شنو، بس ما اعرف شنو الموضوع والله ما اعرف. حتى انا بس انا ضجت، انا نفسيتي سدت. هاي شنو قاعد انا هنا بفنلندا وهذول قاعدين هناك يلعبون لعب.
متغرب وانا قاعد هنا. فوكس ما ادري ارجع عليه، استوى رجع. مخلد لا صدق، السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا خير بغيره. والله البنيه يعني مسكينه، الله يكون بعونها، بس انصحها تستمع على هذا الشيء وتكون امراه قويه عادي، مو مشكله. تعرضت للخيانه والظلم بحياتك مره واحده، ان شاء الله راح تتعوضين برجال راح يكون سندك بهاي الحياه وحزام ظهرك. فلا تأيسين، ما طولش بعدش على قيد الحياه يعني. حبك من كربلاء، تحياتنا لك حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خليش فذو شوفوا لها الي. ف خلينا نصعد ناس يعني، صعد ناس لو خلاص. شو تقولون؟ نصعد ناس لو خلاص؟ صعد ذات ست. خلي ترى الشعب العراقي كله خارط. لا مو الكل الشعب هيك، اكو بعض اكو زين واكو مو زين. هاي لغه التعميم، لغه الجهلاء يعني. اتمنى دائما ما تحشون بلغه التعميم، اتمنى من عندكم. صعد اخوي، صعد بعد واحد. ان شاء الله بالليل نسوي لكم بث. هسه خلينا نقرا التعليقات. فقط عندنا 10 دقائق، 10 دقائق راح اسد البث. اللي ما مسوي لايك خلي يسوي لنا لايك، انا اذا اروح للتمرين اني ان شاء الله من نرجع بالليل اسوي لكم بث ثاني. شوفوا لنا قصه ثانيه ايضا ونحكي. هلا اذا حبك حبيبي، وانا شو وقت بالليل؟ احتمال ب 11 او هيك شيء يعني، 12 11 بهالحدود يعني. سويت له 5 لايكات، اشكرك حبيبي. تقريبا ب 11 او 12 بتوقيت العراق ان شاء الله راح تفتح لكم بث ثاني. هسه بقت عندنا تقريبا 8 دقائق نحكي بها وياكم. خيك لا تحضرني، ترى ما جاي اسوي شيء. ما احضرك عادي، حاضرك يجوز الادمنيه. يجوز الادمنيه حاضرك. فاللي عنده تعليق يكتبه جاي باوع. مخلد انا قريب عليك حبيبي، شرف بيك. انا مدينه تامبري الفنلنديه يعني. انت وين قاعد؟ الشرف بيك على راسي. من ترجع بالليل تصير عندنا الفجر. لا نفس التوقيت، فنلندا والعراق نفس التوقيت. فنلندا والعراق نفس التوقيت يعني ماكو فرق هواي. شو يمك صبح؟ وانا قلت لكم اكثر من مره فنلندا عندنا يعني السيستم يختلف عندنا في فنلندا يعني. بالشتاء عندنا بس ظلمه الدنيا، اغلب النهار ظلمه وثلج. بالصيف عندنا اغلب النهار شمس والجو حار معتدل يعني، حاره الدنيا. هذا الجو مال فنلندا. بالصيف اغلبه نهار، وبالشتاء اغلبه ليل يعني، ليل وثلج وبرد الدنيا. فهذا هو الجو مال فنلندا ومال السويد ومال الدنمارك ومال النرويج. هاي الدول الاسكندنافيه نصيح عليها. ماشي. خالد ليش ما تفتح بث على انستغرام؟ ما عندي يوتيوب وعندي تيك توك اشوف مقتنع به ان شاء الله من يكثرون عندي المتابعين. وهذا ان شاء الله نفتح لكم، نسوي لكم صفحه على الفيسبوك، نفتح بث مزدوج يعني. لان انا ما عندي هسه والبث هسه حاليا مالتي ما ابي هواي، ما اريد اشتت الناس. كل ما افتح بث مكان واحد. اذا افتح بث على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى اليوتيوب راح تشتت الناس يعني، تشتت. وانا حاليا مركز على اليوتيوب
لان التيك توك عندي تفاعل بيه قوي، متابعين اغلبيتهم على التيك توك، واصلا انا انعرفت عن طريق التيك توك يعني. ربي يحفظك ويوفقك. اشكرك حبيبي عدنان. شد الخن جقاير، بس ما اقدر اطلع جقاير بالبث لان القصه مال هاي البنيه كلش حزينه صراحه، يعني تاثرت بيها. الله يكون بعونها يعني. نوعيه جقارك الان مخلد انا عايش في النرويج، اعبر الحدود وانا يمك. حبيبي شرف بيك، تعال اذا في تعال. ف نقرا التعليقات مالتكم. خلي ايش حسيت من حكيت وياك بالموضوع؟ والله حبيبي ما ادري يا موضوع. الله يسعدك حبيبي، اشكرك خويا البنيه نظرتها غلط اول شيء. الاثنين البنيه الثانيه لو تريد تحافظ على شرفها ما تخلي رجلها يقود. وهذا والله ما ادري حبيبي، ما ادري. ان شاء الله البث راح ينزل عندكم، وشوفوا وركزوا بي وعطونا رايكم بالتعليقات يعني، حتى نحل هاي المشكله يعني. خلت احبك حبيبي اشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانا جيت عن طريق التيك توك. الشرف بيك. وخلي شنو رايك بالمظاهرات صارت؟ والله عالم مساكين يريدون الحقوق مالتهم. شباب قاعدين بالعراق لا شغله ولا عمله، كاتلهم الجوع، حسرة عليهم البنيه، فاكيد يطلعون مظاهرات. وهذا لو مرتاح بحياته يطلع لك مظاهرات؟ ما يطلع مظاهرات. بس متعذب بحياته وكل شيء مشايف، لذلك يطلع لك مظاهرات. وهذا الشيء طبيعي يعني، هذا الشيء طبيعي. ماشي، هذا شيء طبيعي. انا عندي قصه ان شاء الله ننزلكم ان شاء الله. ولا اسعد وياك بالبث. مايك مالتي نظيف، صوت واضح. عندي موضوع يخص الشباب متعلق بها، اتمنى ترد. ماشي ان شاء الله من نرجع من هذا ناخذكم واحد واحد. انا احب قصه ما احب اصعد كل ساعه واحد حتى تشتت الافكار. احب اسوي كل حلقه نصعد لنا واحد يحكي وراها انا اعقب على الموضوع مالته. احب هيك في شيء مرتب يعني يصير. ماشي. قالت ايش حسيت الموضوع اللي والله حسيتها مظلومه خطيه. بين من كلامها انه هي مظلومه يعني، مظلومه خطيه. الحل البنيه ثلاثه تطلق من زوجها، وهاي البنيه تشوف حياتها وتستمر وتتزوج. شنو العبره من هاي القصه هسه؟ العبره من هاي القصه انه بنيه تطرح القصه مالتها وانا اتفاعل وياها، عسى ولعل انه انسان يشوف القصه جاي يسوي بزوجته هيجي، او زوجه جاي تخون زوجها، يوصل لها الفيديو مالتي، يوصل لها اللايف مالتي، وتبطل وتتوب ويأنبها الضمير مالتها من خلال الناس يشوفون بالتعليقات يكتبون، او من خلال انه انا احكي فيتغير بعض المسار. ما اقول لك انه انا دا اصلح المجتمع كله، ولكن انا وغيري نقدر ناثر بالمجتمع. عسى ولعل انه اذا صلحنا فد كم عائله انا كلش مرتاح. شنو رايك بنفسك؟ انا بنفسي عندي اخطاء هواي، عندي اخطاء يجوز اكثر من عندك، واحاول كل يوم انه اصلح الاخطاء مالتي على اللي اقدر عليه. يوميا اخطاء انا، كل يوم اخطا بحق نفسي، اخطا بحق اصدقائي، بحق اهلي، بحق العالم، ولكن احاول اصلح اللي اقدر عليه، لان هو هذا الانسان عباره عن خطا. اكو عوامل خارجيه تاثر عليه. العامل الاساسي اللي هو الشيطان هو السبب الرئيسي اللي يوسوس للبشر ويخليه يطلع عن طريقه. ولكن البشر من يقعد يصفن يقول ليش سويت، يتراجع عن اللي سواه ويعتذر ويحاول يصلح نفسه. معركة نفسية يومية يقودها أي بشر مع نفسه ومع الشيطان. هو هذا البلاء
اللي بلاكم به رب العالمين يعني. ولا عندك سياره ولا لا؟ كان عندي سياره بس حاليا ما عندي، يعني انا عايش بنص المدينه فما احتاج السياره يعني. فان شاء الله نفتح لكم اليوم بث بالليل من نرجع من التمرين. نفتح لكم بث ونحاول نصعد واحد نحكي وياه ونشوف شنو موضوعه. خلذ اللي ما يعرف يرقم بنات ويحكي وياهن شو تنصحه؟ انا اشوف انه تبتعد عن هذا الموضوع يعني ما الترقيم وتلحق البنات وما اعرف شنو. اشتغل على نفسك وتزوج احسن لك يعني. حاول تكون نفسك تشتغل تسوي لك بس شيء، ومن يشوف نفسك ان انت مستعد دور على البنيه حبها، ومن تحبها تتاكد ان انت تحبها روح تقدم لها وتزوجها. واذا انت ما عندك ايمان بالحب وبالهاي شوف لك واحده زواج رسمي وتزوجها واقعد يعني وعيش حياتك طبيعيه. هذا اللي انا انصحك فيه. بس شغلات اللي مطافر وكل ساعه ويا وحده واحبك وتحبيني وتحبيني واحبك، هاي كلها ما راح تفيدك، مجرد وجع راس لا اكثر ولا اقل. فشباب وصلنا بنهايه البث، اتمنى كان بث حلو فاتكم حتى لو بمعلومه واحده كلش كافي. واللي ما شاف البث يقدر يشوفه يرجع، راح ينزل لكم البث مسجل كامل يقدرون يشوفوه على القناه مالتي. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.